السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني كثير ما نجد مثلا في الصحافة المكتوبة أو حتى الصحافة المرئية قنوات في بعضهم البعض يعني يستهزئون ويتعايرون إن صح التعبير على بعضهم البعض، فكثير عنده يعني ينتقدون ويعلقون على تلك القنوات يعني بالبرامج المسيئة والغير الهادفة، فيقولون قنوات مصطلح قنوات الصرف الصحي للاستهزاء، وهذا قنوات الصرف الصحي. يعني أحببت أن أعلق على هذا المصطلح وهذا الكلام. يعني من حقك أن تنتقد، ولكن يجب أن يكون مصطلح يعني صحيح. وهي فعلا يعني معظم القنوات، يعني دعني نتحدث على بلدنا هنا، يعني كل شخص يتحدث على بلده. معظم القنوات العربية هكذا، ولكن دعنا نتحدث على بلدنا. يعني ما يقارب ما بين 15 أو 20 قناة، يعني تقريبا نفس الشيء، لا برامج هادفة ولا يعني الكلام في محله. ولكن هذا الذي قال قنوات الصرف الصحي أراد أن يذم فمدح، لأن التسمية يعني غير صحيحة، هناك خطأ. تقول قنوات الصرف الصحي، ما معنى قنوات الصرف الصحي؟ يعني يريد أن يشبهها، يعني أكرمكم الله، يعني بقنوات الصرف الصحي، يعني كما نقولوا هنا الزيكو، كما نقولوا لها لاسينيسمون، راك فاهم؟ كما يقولوها في واحد البلاصة يقول لك الواد الحار. فأراد أن يذم فمدح، قال قنوات الصرف الصحي. ولكن انظر في هذه الكلمة، قنوات الصرف الصحي هذه اللي هي لاسينيسمون عندها فائدة، ولولا يعني لم تكن تلك الفائدة لما سميت الصحي، يعني لصحة الإنسان. يعني تخيل لو لم تكن تلك القنوات هذه، لم تكن، وكنا مثل زمان، يعني أكرمكم الله تقضي حاجاتك على قارعة الطريق، وليس هناك يوجد تنظيم، كيف ستكون الحالة؟ إذا هذه القنوات فيها فائدة، لذلك سميت قنوات الصرف، يعني الصرف يعني تصرف القاذورات الصحي. بها نحن يعني في صحة، لولاها تخيل لا وجود لهذه القنوات تحت الأرض واقضي حاجاتك في أي مكان، كيف ستكون صحتنا؟ يعني انتشار القاذورات والذباب على تلك القاذورات وحدث ولا حرج، فصحتنا يعني ستكون في مهب الريح. لذلك يعني اخترع هذا الاختراع منذ زمن، قيل موجود منذ زمن الفراعنة، لتصريف القاذورات، وسميت بذلك قنوات الصرف الصحي. أما القنوات الأخرى يعني الفضائية فهي عكس ذلك، من المفروض أن تكون كذلك قنوات صحية، قنوات فضائية صحية، يعني فيها فائدة، برامج ثقافية توعوية، ولكن هي العكس. إذا ما هي التسمية الصحيحة؟ التسمية الصحيحة من المفروض تكون خلاف الصحي، فمن المفروض أن نقول التسمية الصحيحة قنوات الصرف اللا صحي، لا صحية، برامجها لا صحية، لا فائدة فيها. فلذلك الذي يعني أراد أن يذم أخطأ، بدل أن يقول قنوات الصرف اللا صحي فقال قنوات الصرف الصحي. وكما قلنا قنوات الصرف الصحي لها فائدة صحية، فهي يعني تخيل لم تكن موجودة، تخيل وأننا يعني في العصور الوسطى والناس تقضي حاجاتها يعني في الخلاء أو على قارعة الطريق. فلذلك يعني أحببت أن أشارككم هذه المعلومة. يعني من اليوم صاعدا من أراد يعني أن يضم هذه القنوات فليسمي التسمية الصحيحة قنوات الصرف اللا صحي. والسلام عليكم ورحمة الله.